قبل ما تسمع القصة اعمل حالا اعجاب واشتراك في القناة. مستنية اشوف اعجابك واشتراكك عندي. انا هحكي لكم اللي حصل معايا واللي انا عايشاه دلوقتي، علشان حاسة ان انا بظلم جوزي وبغضب ربنا ومش عارفة اتصرف ازاي. انا اسمي مها، عندي 28 سنة، الحمد لله جميلة جدا، متجوزة وعندي طفلين، سارة ومحمد. من زمان قوي وانا كنت بحب جاري ده اسمه احمد، وهو كمان كان بيحبني جدا. هو أصغر مني ب3 سنين وكان ساكن معانا في نفس الشارع، وكان بيتقدم لي ناس كتير جدا وأنا كنت برفضهم، علشان كنت مقررة بيني وبين نفسي إن أنا هتجوز أحمد وبس. وقبل ما اتجوز على طول كنا بنتكلم أنا وهو سوا. أحمد جه واتقدم لي كتير قوي، بس أهلي رفضوه علشان حالته المادية يعني ما كانتش أحسن حاجة. بس اللي أنا واثقة منه إنه بيحبني لدرجة الجنون، وبيبقى نفسه يجيب لي حتة من السما ويديهالي. بس للأسف أهلي موافقوش عليه. وعدت الأيام وفي واحدة جارتنا كانت دايما بتقعد مع ماما، قالت لها أنا عندي عريس لبنتك. راحت ماما قالت لبابا إن في واحد عاوز يتقدم لي، وفعلا جه واتقدم لي، وهو أكبر مني بحوالي 5 سنين، وبيشتغل في شركة كبيرة قوي، وحالته المادية كويسة جدا، عنده شقته التمليك وعربية. وأهلي وافقوا عليه رغم إن هو عايش في محافظة تانية، قاعد في محافظة الغربية، وشقته كمان هتكون هناك. يعني أنا لما نتجوز هعيش معاه هناك. قلت لبابا إن أنا رافضة علشان مش عاوزة أعيش بعيد عنكم. بس بابا قالي ما احنا كده كده هنيجي نزورك، وانتي كمان هتيجي تزورينا. اتضايقت قوي من رد بابا عليا. وفعلا الجوازة تمت، ودلوقتي عايشة معاه في شقته في الغربية، بقالي معاه دلوقتي 4 سنين. قبل ما اكتب الكتاب اتصلت بأحمد وقلتله ان انا هتجوز، ومش هينفع اننا نتكلم مع بعض تاني، واني خلاص هكون على ذمة راجل تاني. ويا ريت تسامحني، وربنا يوفقك ان شاء الله في حياتك، وتلاقي بنت الحلال اللي تعوضك وتسعدك. المشكلة ان انا وانا بقوله كده لقيته سكت، ولما جه يرد عليا ويتكلم حسيت ان صوته كان بيعيط وانا بتكلم وبقوله ربنا يوفقك وكده. راح قايل لي ربنا يسعدك وخلي بالك من نفسك، وقفلت معاه. المشكلة دلوقتي ان انا عايشة مع جوزي وحاسة فعلا ان انا مش عايشة. اكتشفت في جوزي حاجات سلبية كتير قوي. اولها انه بيدخن جامد جدا، بيدخن كتير قوي، وانا مش بحب ريحة السجاير خالص. يعني انا ممكن اسيب المكان اللي هو قاعد فيه واروح اقعد في مكان تاني. وتاني حاجة لقيته بخيل عليا قوي وبخيل على ولاده، مع ان ربنا كرمه ومعاه فلوس كتير جدا، بس لما بيجي يشتري الحاجة بيجيب الحاجة على القد. ولما باجي أطلب منه فلوس بيفضل يسألني ليه واحنا لسه جايبين، ودي حاجة مش ضرورية. بيخليني مطلبش منه فلوس تاني خالص. إنسان سلبي جدا ومعندوش شخصية، وكل يوم بيرجع من الشغل على العصر، يادوب ياكل لقمة ويغير هدومه وينزل يقعد على القهوة مع صحابه، ويرجعلي على الساعة 2 بالليل، على الساعة 3 بالليل. بصراحة كرهته وكرهت الجواز بسببه. وصلت لمرحلة إن أنا بقيت أكرهه، وبقيت أحس إني محتاجة حاجة تانية تعوضني عن إحساس الوحدة اللي أنا عايشاه مع حد أصلا أنا مش مرتاحة معاه، وكمان قاعدة في محافظة تانية بعيدة عن أهلي. بس في حاجة حصلت من حوالي 7 شهور، بقيت هي اللي مصبراني على العيشة مع جوزي. أنا لما اتجوزت كنت قفلت الخط بتاعي وكسرته، واشتريت خط جديد علشان أحمد ما يعرفش يوصلي ولا يكلمني. وكمان عملتله بلوك من على الفيسبوك علشان انا مضعفش وارجع اتكلم معاه بعد ما اتجوزت. بس اللي حصل اني لقيت طلب صداقة من اكونت اسمه احمد. دخلت على الاكونت كده ولقيته هو، وحطت صورته، بس الايميل اللي عامله ده ايميل جديد. رحت قابلت الصداقة، ولقيته تاني يوم بعتلي رسالة بيقولي ازيك، اخبارك ايه، ياريت تطمنيني عليكي. قلتله انا الحمد لله كويسة، انت عامل ايه، ويا ترى اتجوزت ولا لسه.
عرفت إنه لسه متجوزش وهو حاليا عايش لوحده في الشقة بعد ما والده ووالدته توفوا. ولما عرفت إنه عايش لوحده صعب عليا قوي، وبقيت أتكلم معاه علشان أطمنه إني جنبه، وحكيت له عن جوزي وقلت له إن أنا مش مرتاحة معاه خالص ويا ريتني ما كنت اتجوزته. بس هو إيه اللي حصل بقى؟ وبدأت علاقتي ومشاعري ناحية أحمد ترجع تاني زي الأول. وبصراحة بقيت أستنى الوقت اللي جوزي بيكون فيه في الشغل أو قاعد على القهوة مع أصحابه أتصل بيه، نقعد نتكلم براحتنا. وأول ما أحس إن جوزي جه وبيفتح الباب بتاع الشقة بقفل مع أحمد على طول، وأقوم أتحرك في الشقة كده كأني كنت بعمل أي حاجة يعني. وبصراحة علاقتي مع أحمد اتطورت قوي وبقى يطلب مني حاجات أعملها، وأنا كمان كنت برفض، بس مع تكرار الطلبات دي بقيت أعملها عادي. ومن ضمن الحاجات اللي كان بيطلبها مني كان بيقولي نفسي تعتبريني جوزك. أقوله اعتبرك جوزي ازاي يعني؟ قالي يعني لو أنا معاكي دلوقتي وهندخل ننام هتلبسيلي ايه؟ أقوله مثلا أنا في العادي بلبس قميص نوم. يقولي أنا بقى نفسي أشوفك بقميص النوم ده، ممكن بقى تلبسيه وتتصوري بيه وتبعتيلي الصورة؟ أنا كنت برفض طبعا أعمل كده، وهو يفضل يقولي مش كفاية انك اتجوزتي وسبتيني ومش هين عليكي كمان تخليني قريب منك؟ وكلامه بصراحة كان بيقطعلي قلبي، كان بيصعب عليا قوي، وكنت بطوع واعمله اللي هو عايزه. اي حاجة كان بيطلبها مني كنت بعملها له على طول. واتصورت بأكتر من قميص نوم وبعتله الصور بتاعتي، وبقى يقعد يقولي كلام في التليفون لو هو معايا دلوقتي هيعمل ايه وهينام معايا ازاي. فضل يقولي على حاجات أنا كواحدة ست تعبت قوي لما قالها لي. قلتله حرام عليك كفاية كلامك تعبني، عرفت إن جوزي مش بيعمل كل الكلام اللي انت بتقوله ده. وبقيت أحب كلام أحمد معايا عن العلاقة قوي، بالرغم من إني متجوزة، بس كلام أحمد معايا ليه متعة تانية، وبقيت أحبها أكتر من وجود جوزي معايا، بالرغم إنه بعيد عني. ومن حوالي شهر طلب إنه يشوفني، قلتله طب هنشوف بعض ازاي وانا دلوقتي بقيت عايشة في اخر الدنيا في محافظة تانية بعيدة؟ قال لي ايه ده، هو انت مش بتروحي لاهلك؟ قلت له اه بروح لهم بس يعني كل فين وفين، يعني في المواسم ممكن اروح مرة او مرتين او 3 في السنة. قال لي ودول بقى كفاية؟ قلت له اكيد لا، بس انا هعمل ايه؟ قال لي اعملي مشكلة واتخانقي مع جوزك بسبب الموضوع ده، وقولي له انك عايزة على الاقل كل شهر تشوفي اهلك، ولما تبقي تيجي القاهرة نبقى نتقابل أنا وإنتي. وفعلا بقيت أزن على جوزي كل شوية إن أنا عاوزة أشوف أهلي، وبقيت أقوله إن هو حارمني منهم، لحد ما اتفقت أنا وجوزي إن أنا كل شهر هسيب الولاد وأسافر أزور أهلي وأبيت عندهم وأقعد يومين كده وأرجع تاني. وقبل ما أسافر بالظبط هعمل لهم الأكل وكل حاجة هما محتاجينها في اليومين دول قبل ما أمشي يعني. أول مرة رحت عند أهلي وكلمت أحمد وعرفته إن أنا جيت خلاص. قالي خلاص نتقابل في مكان معين وهو قالي عليه، ورحت قابلته وقعدنا نتكلم سوا واعترفت له ساعتها إن أنا لسه بحبه ومنسيتوش، ولو الزمن كان رجع بيا تاني عمري ما كنت أوافق على الجوازة دي، بس هعمل ايه نصيبي كده. وخلصنا الكلام وجيت ماشية ولقيته بيديني علبة صغيرة، بفتحها لقيته جايبلي هدية، جايبلي حرف دهب، وكان حرف من اسمي، أول حرف من اسمي. فرحت قوي وكنت طايرة من السعادة. سافرت الغربية وأنا حاسة إن أنا مولودة من جديد، وحاسة إن أنا بعيش قصة حب جديدة، طبعا مع أحمد. وطبعا علاقتي بعدها مع جوزي قلت قوي، ده غير إني بقيت أتخانق معاه كتير جدا، لأني خلاص مش حابة وجوده ومش عايزة أعيش معاه أصلا، ومش بستفاد منه بأي حاجة غير الأكل والشرب، مش أكتر من كده.
وكل مرة أروح لأهلي لازم أقابل أحمد، نخرج سوا. بس الفترة اللي فاتت أحمد بقى يطلب مني إنه يشوفني في مكان لوحدنا. قلتله يعني إيه لوحدنا؟ قالي يعني نكون مع بعض في مكان لوحدنا أنا وإنتي وبس. قلتله بص يا أحمد، مهما كان أنا واحدة